نفسك تعملي كفتة رز على العيد وشايلة هم قوي مشوار الجزار ووقفته وخايفة تعمليها في البيت تفك معاكي وما تطلعش زي بتاعت بره؟ تعالى اقولك ازاي تعملي كفتة رز من الالف للياء مظبوطة على الشعرة بنسب مظبوطة جدا. اصل دي طريقة اهلي من سنين السنين. اول حاجة انا هعمل كيلو لحمة مفرومة، هستخدم كوبايتين رز مش مغسولين، فبجيب رز اصلا هو مغسول. قبل اي حاجه لازم نطحن الرز كويس جدا، وما تسمعيش اي حد يقولك هنحط الرز مع اللحمه المفرومه ويضربوا مع بعض، لان عمره ما هيطحن ويبقى ناعم. فمهم جدا اطحن كميه الرز عندي وبعدين احطها على اللحمه المفرومه. وبعدين عندي هنا بقدونس، شبت، كزبره، التلاته احطهم عندي في الكبه واحط عليهم 6 فصوص توم، 7 فصوص توم، هي بتحب التوم جدا، وبصلايه كمان كبيره. وبس كده بقطعها وبحطها كمان مع الخضره وبضرب ده عندي كويس قوي. قبل اي حاجه عايزه اقول لك الترتيب مهم جدا. وبعد كده هروح جايب عندي اللحمه المفرومه بدي الرز اللي انا طحنته واحطهم بقى عندي هنا على الخضره، واتبل ملح، فلفل اسود، 7 بهارات، رشه جوز الطيب، حبهان مطحون، وطبعا بظبط الملح وبضربها بقى كلها كويس جدا جدا في عندي هنا المطحنه لحد ما كلها تبقى موجوده في مكان واحد، متجمعه كلها في مكان واحد. هطلعها اقلبها بايدي، اجيب طبق فيه زيت، وتعالي اقول لك ازاي بقى ما تفكش معاكي ولا تفرقع. مهم قوي ان احنا ناخد كوره كوره وندهن ايدينا الاول بالزيت ونكور الكوره دي ونضغط عليها وبعدين نصبع بكده، لا هتفك معاكي ولا هتفرقع معاكي في الزيت. بس كده بحاول ان اخليهم صوابع قد بعض بالظبط. طبعا الزيت عندي يكون سخن، بنزل عندي هنا الكفته وما بتاخدش وقت خالص وبتطلع زي ما انتم شايفين، زي ما نزلت زي ما تطلع، ولا تفرقع ولا تفك ولا الرز يقرقش تحت بقك. لا لا لا، دي انجح طريقه هتعتمديها لو بس جربتيها. انا مش عارفه اذا كنتوا جربتوها قبل كده على طريقتي ولا لا، اكتبوا لي في الكومنتات وقولوا لي كمان ايه طريقتكم اللي معتمدينها بقالها سنين ومش بتحبوا تغيروها، ومين هيعملها في العيد ده على طريقتي. تعالوا بقى نعمل التغذيعه او الصلصه بتاعه الكفته. طبعا شويه سمنه، معلقتين زيت من اللي قلنا فيهم، البصل لازم يكون مفروم ناعم كده. هنزل بقى الطماطم، اول ما تبدا تغلي بحط عندي هنا الكفته وابخر تاني واملح بالبهارات اللي انتوا عايزينها، ملح، فلفل اسود، رشه جوز الطيب، حبهان مطحون، و7 بهارات، وطبعا بظبط الملح. هنسيبها بقى تغلي وتبقبق وتتسبك ولحد ما الكفته عندنا تستوي. نجهز بقى شويه رز بالشعريه، وبكده نبقى عملنا احلى طبق كفته رز طبعا محمر وبالصلصه لعيد الاضحى. هستناكم بقى تجربوه وتقولوا لي رايكم فيه. وطبعا لو عجبتكم الوصفه وعجبكم الفيديو ما تنسوش تكتبوا لي كومنت حلو وتعملوا لايك وشير، لانه بجد بيفرق جدا في انتشار الوصفه. يلا بقى جربوها واستنى رايكم.